عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير في عدد جديد من برنامج خزانة اللغة العربية. القراءة أحد أهم المهارات الواجب ممارستها لتعلم أي لغة، فهي فعل يغذي العقل وينمي القدرات اللغوية ويثري الرصيد المعرفي بخزان متعدد الألفاظ والكلمات. في هذا العدد مشاهدينا الكرام سنتطرق للحديث عن دور القراءة في إثراء الرصيد اللغوي لدى المتعلم. ولإثراء النقاش أكثر أسعد وأتشرف باستضافة الأستاذ حبيب الله سالمي مدير مشروع مكين. مرحبا بك سيدي معنا. شكرا على الدعوة. نعم، ونحن أيضا نشكرك على قبولك الدعوة. أستاذ، لو نتحدث في بداية هذا اللقاء عن مشروع مكين. مشروع مكين هو مشروع ثقافي قرائي يهتم في الأساس بنشر ثقافة القراءة وسلوك المطالعة سواء لدى الناشئة أو الفتيان أو الكبار. يقوم هذا المشروع لخدمة فعل القراءة، فهو يركز على تنمية المهارات القرائية. نعرف أنه في الساحة الكثير من الفواعل الرسمية وغير الرسمية التي تهتم بنشر سلوك المطالعة لدى الناشئة والكبار، سواء كانت هذه الفواعل يعني مكتبات عمومية، مكتبات مطالعة، مؤسسات تابعة لمختلف الوزارات، سواء التربية سواء الثقافة وغيرها، فكلها تهتم بهذا الأمر المهم، وهو الأمر الإلهي الأول، الأمر الإلهي الأول اقرأ، سواء في خدمة الرواية، خدمة التأليف، الكتاب، التوزيع والنشر وغيرها. نحن وجدنا مجالا نتوقع بأنه لم يتطرق إليه أحد، وربما تم التطرق إليه بشكل غير مركز، ونجده أكثر على مستوى المراكز البحث، ونجده كذلك لدى المهتمين بعلم المكتبات، ونجده كذلك في المخابر، ونجده في الجامعات. لكن أردنا أن نبسط هذه المفاهيم وننقلها إلى الجمهور البسيط. فمشروع مكين يركز على تنمية المهارات القرائية. الكثيرين من الأشخاص والأفراد والجمهور ربما الذين يتابعوننا أو الذين يسمعون عنا أول مرة يقولون: ما الذي ستأتون به جديد؟ نعم، كإضافة كل ما نعرفه في القراءة تعلمناه على مستوى المؤسسات التعليمية في مختلف أطوارها. كذلك حتى ربما هذه هي الميزة التي يقدمها هذا المشروع. جيد، فنحن نركز على غرس هذه المهارات القرائية. حقيقة هذه المهارات هي تقدم للتلاميذ في المؤسسات التعليمية في مادة اللغة العربية، وسابقا في مادة أو في فقرة المطالعة الموجهة وغيرها. لكن نحن بالنسبة لنا أردنا أن نخدم الفعل القرائي انطلاقا من توجهين اثنين. التوجه الأول وهو دعم ما يعطى داخل المدرسة، هذا من جانب، ومن جانب ثاني دعم المطالعة والقراءة للحياة. فكانت هذه المهارات، لكن نحن هذه المهارات لما ركزنا عليها وضعناها كأنها مهارات مستقلة عن بعضها، يمكن أن تتداخل، يعني يأخذها التلاميذ في مختلف مثل ما ذكرت المقررات الدراسية بمسميات مختلفة، ولكن أردنا نحن أن نجمعها في مجموعة من البرامج ومجموعة من المخرجات المهمة لدعم فعل القراءة بشكل أساسي. جميل جدا. ربما لو نتحدث عن اسم مكين، لماذا تم اختيار هذا الاسم بالتحديد؟ والله اسم مكين حقيقة تم اختياره من بين عدة أسماء كثيرة، أكثر من 16 اسم، وهو يشتق من مسارنا في خدمة القراءة تقريبا منذ عام 2004، ونحن نشتغل على فعل القراءة ونحاول أن ننشر هذه الثقافة على مستوى المدارس،
المتوسطات، الثانويات، في الجامعات، في الإقامات الجامعية. ثم بعد ذلك تقريبا قبل 10 سنوات بدأنا نقدمها عبارة عن برامج تكوينية وتدريبية بالنسبة للجميع. توالت الأمور وبدأ المشروع يكبر ويكبر، كان عبارة عن فكرة وعبارة عن بذرة كل مرة يأخذ شكل. فميزة عملنا ما يميزنا مثل ما يقول الكثير من الأشخاص الذين يتابعوننا، فيه جانب من الإتقان، فيه جانب من الجودة، فيه جانب من التركيز، حتى أنها البعض ربما يصف أن عملنا بأنه مكثف، وهذا التكثيف ربما لا يخدم الفعل القرائي. ولكن نحن لا نريد حتى نتعلم المهارة بشكل قوي لا نترك الأمور السطحية بهذا الأمر. فكان فعل مكين هو يعني عندما نقول مكين يعني شيء قوي، شيء شديد، شيء متقن. لذلك مكين حتى أن شعاره وسام القارئ المتين. والمتين والمكين كلمتان مترادفتان. نعم. فالمكين يعني شيء متين، يعني شيء قوي، يعني شيء شديد، ونقصد به تنمية المهارة حتى نبني الفعل القرائي بناء على أساس من المتانة قوي يؤسس للمستقبل القرائي لدى الناشئة، لدى الفتيان، ولدى الكبار. فالكثيرون الآن ربما كثيرون من الأساتذة يقولون بأن بعض المخرجات الآن أصبحت غريبة، خاصة بعد كورونا. ربما طلبة جامعيين حتى في مستويات متقدمة في الجامعة أصبحنا الآن لا نتكلم على بعض الأخطاء النحوية والإملائية وغيرها، ربما حتى أخطاء يعني في كتابة الاسم. لا نتكلم على تقديم يعني خبر كان واسمها وإن والمبتدأ وغيره. لا، هذا الأمر أصبح في وقت سابق كان هذا الأمر من السهل ممتنع، أصبح الآن من يستطيع أن يصل إلى مثل هذه المستويات. لذلك نحن أردنا أن نغرس الفعل القرائي. حقيقة الآن التركيز ليس تركيز على الجانب اللغوي والجانب النحوي والإملائي، وإنما هو التركيز على المهارات التي تؤسس للفعل القرائي، والفعل القرائي الذي يساعد على بناء عادات قرائية مستمرة. جميل جدا. تحدثت الآن عن ماذا تقدمون من مشروع مكين. لو تحدثنا عن أهم البرامج المقدمة من قبل مؤسستكم. جيد. هو منذ مثل ما ذكرت لك منذ تقريبا أكثر من 10 سنوات، وشخصيا أقدم عدة برامج قرائية. أصبحت الآن عدة برامج تتمثل في دورات تكوينية وتدريبية، مسابقات أيضا. مسابقات. أول مسابقة خضناها هي كانت يوم الخميس الماضي، كانت في المكتبة الوطنية، كانت مسابقة نعتبرها بأنها قوية لأول مرة. هو الشيء الجديد الموجود هنا أننا طرقنا باب الشغل في القراءة للصغار والفتيان هذا الموسم تقريبا ابتداء من هي أكثر فئة مستهدفة يعني من مشروع مكين؟ مشروع مكين هو يمس كل الفئات. النشاط الأخير الذي قمنا به يخص الفتيان، وبالتالي داخل مكين هو فتيان القراءة، ففتيان القراءة موجه للفتيان. انطلاقا من الأسبوع القادم سنبدأ في ما نسميه أولمبياد قراء الجامعة، فهو موجه للقراء في الجامعة. كذلك بعدين فيه الأسرة القارئة، بعدين كذلك فيه التخصصات، فيه الإمام القارئ، فيه عدة تخصصات. وبالتالي مكين نعتبره هو عبارة عن مظلة لمختلف الفئات التي تهتم بفعل القراءة، ولكن كل فئة نخصص لها برنامج ونخصص لها مسابقة ومنافسة، وكل هذه الفئات لديها مسابقات، والفائز من كل المسابقات يتنافسون على شيء واحد وهو وسام، ونسميه وسام القارئ المتين. فهو موجه لكل الفئات. انطلقنا الآن بالفئة الأولى فتيان القراءة، وسنتطرق إن شاء الله في قادم الأيام إلى الطلبة الجامعيين، وهكذا دواليك إن شاء الله تعالى. نعم. ربما ماذا يعني تقدم مثل هكذا مسابقات ومثل هكذا دورات تكوينية للطلبة للفتيان وحتى للناشئة لإثراء رصيدهم اللغوي؟ نعم. هو مكين عنده بالدرجة الأولى عنده 4 أقسام. القسم الأول هو كل ما يتعلق بالتكوين والتدريب، سواء كان حضوريا أو كان افتراضيا. نعم. القسم الثاني هو كل ما يتعلق بالمنافسات والمسابقات. فقسم التكوين والتدريب يهتم ببناء المهارة. القسم المنافسات يهتم بالتحفيز. عندنا القسم الآخر وهو قسم المرافقة، لأن التكوين لا يكفي والتحفيز لا يكفي، وإنما المرافقة تساعدنا على
متابعة العمل من أجل بناء العادة، لأن العادة مثل ما يقول علماء النفس، في من يقول بأن نبني العادة خلال 21 يوم تزيد أو تنقص قليلا، في من يتكلم على 64 يوم، وبالتالي بناء العادة يحتاج إلى عمل طويل. فالقسم الأول هو قسم التكوين والتدريب، الثاني هو التحفيز من خلال المنافسات. من يشرف على مختلف هذه الأقسام؟ مختلف هذه الأقسام هو في البداية، هي ما زلنا الآن في عملية التأسيس، ونعرف أن أي عملية تأسيسية تبدأ في البداية، لكن فيه مجموعة من الأساتذة، فيه مجموعة من المختصين، فيه من هم مفتشين في قطاع التربية، فيه أساتذة جامعيين، فيه أساتذة في مختلف الأطوار التعليمية الثانوية المتوسطة، في حتى بعض الأصدقاء من المدراء المؤسسات التعليمية، خاصة في المرحلة الابتدائية. فنتعاون كلنا من أجل تمكين الأطفال من في الأخير نشر ثقافة القراءة، وتصبح المطالعة شيء عادي في حياة الطفل، في حياة الطالب، وفي حياة الشخص الكبير. نعم. هل اليوم يعني تجدون تعطش كبير للمعرفة من قبل الأطفال؟ حقيقة والله الآن دائما أقولها نقطة، هو الطريقة التي يقدم بها الشيء الذي نريد أن نوصله للآخرين، يعني كله متعلق بعملية الترويج والتسويق. إذا كان عندك منتج قوي، عندك فكرة قوية، ولم تستطيع أن تروجها وتسوقها بشكل جيد، فهي لن تصل للآخرين. إذا درنا لها ديكور مليح وتسويق شباب وديزاين مليح، ونديروا لها بعض المنافسات، وزيد هذه المنافسات تكون فيها جوائز تحفيزية، وحتى جوائز تحفيزية مالية معتبرة. كل هذا يؤسس لهذا الفعل ويستقطب الجمهور. والآن أصبح الكثير من القنوات، سواء كانت قنوات فضائية، سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي، سواء مختلف المؤسسات التي تسوق في الانترنت وغيرها، كل يريد أن يستقطب هذه الفئات، وكل بقدر ما أنه يقدم من أفكار تسويقية، وبقدر ما يقدم لها من موارد بشرية ومالية ومادية للاستقطاب، سيستأثر بهذه الفئة. لذلك أصبح الآن لزاما لخدمة فعل القراءة وتمتين خاصة ما بين قوسين اللغة العربية، يجب أن نشتغل عليها بشكل ذا جودة عالية، ونشتغل عليها برؤية وفلسفة وطريقة حديثة تنافس، لأنه من غير المنطقي أن نبقى نسوق للفعل القرائي الآن في عام 2023 بلغة عام 1980 وعام 1970. من غير المنطقي أن نبقى نبكي لفعل القراءة بأن القراءة تتراجع، ونحن نضع اليد على اليد والرجل على الرجل، ونعرف أن إن لم نتقدم فنحن نتقهقر، فنحن نتقادم، فنحن نتأخر، وبالتالي الكلام لا يؤدي إلى نتيجة. يجب أن نقوم بالفعل، ونحن نعتقد بأننا نساهم في مشروع مكين بالإضافة إلى جميع الفواعل الرسمية وغير الرسمية من جمعيات ومبادرات ومؤسسات رسمية وغيرها في هذا الأمر، ونحن نشكر جميع من يشتغل على هذه الأمر، خاصة القنوات الفضائية وعلى رأسها التلفزة الوطنية. نعم أستاذ، ربما كيف يسهم فعل القراءة في تعلم الأسس الصحيحة في اللغة العربية؟ بطبيعة الحال هو تعلم أي شيء ينطلق من ماذا؟ ينطلق من عملية التعلم وعملية التعلم الذاتي. التعلم يكون من خلال المدارس، التعلم الافتراضي يكون من وراء القنوات. فيه كذلك التعلم الذاتي يتم عن طريق ماذا؟ عن طريق بدرجة أولى عن طريق القراءة. فكلما قرأنا أكثر، كلما أثرينا الرصيد القرائي أكثر، نقرأ نصوص أكثر، نقرأ كتب مختلفة، فهذه وش تزيد لنا في إثراء الرصيد اللغوي، الكثير من المفردات، كثير من المرادفات، كثير من الأضداد، وهنا تتوسع مخيلة الطفل. حتى نحن في أولمبياد فتيان القراءة الأخير، لماذا أردناه أن يكون في المكتبة الوطنية الجزائرية؟ لأنه أكبر فضاء قرائي في الجزائر، فأردنا أن يكون هذا النشاط هناك حتى تتنمى مخيلة الأطفال وتكون لهم ذكرى قوية. لا يكفي فقط الكتاب، لا يكفي فقط النص، وإنما حتى الفضاء الرائع والذكرى وتلك الرسوم وتلك الصور، خاصة أن المنافسات عملناها في المكتبة الخاصة في الأطفال، فرأوا الأطفال أشياء رائعة جدا موجودة داخل مكتباتنا. ماذا تحتاج؟ تحتاج أن كيف نستقطب لها الجمهور، كيف نستقطب لها الفتيان والناشئة، كيف نستقطب لها الأسر من أجل ملء هذه الفضاءات وتصبح
عامرة من غير المنطق أن مكتباتنا ندخلها في خلال أيام وتكون فارغة. نعم. نساهم جميعنا بأنها تكون عامرة بالخير، عامرة بالنفع، عامرة بالتعلم، عامرة بالقراءة. الجميع، سواء كانت قنوات فضائية، سواء كانت قنوات كذلك تضافر الجهود، يعني تضافر جميعا. نعم. أستاذ، هل مهارات القراءة الجهرية يعني تساعد في إخراج الحروف من مخارجها السليمة، خاصة وأن اللغة العربية عندها ميزة خاصة هي مخارج الحروف؟ جيد، ذكرتي نقطة مهمة. القراءة الجهرية مهمة جدا في تعلم القراءة. القراءة الجهرية مهمة جدا في أن نعرف كيف نصحح نطق الكلمات. نعرف أن القراءة الجهرية تساعدنا في أن الحروف والكلمات، أو الحروف تحديدا، تكون من مخارجها الأصلية. لكن حتى نكون في الصورة، القراءة الجهرية يجب أن نصل إلى وحد الوقت يجب أن تتوقف، لأنها لا تساهم أكثر في الفعل القرائي. لكن في البداية مهمة جدا في المراحل الأولى التعلم حتى ننطق الحروف، هو لحد الآن ما زالت فيه الكثير من المشكلات. والبعض ربما يستشيرنا في هذه البرامج، يستشيرنا في كثير من المشكلات المتعلقة بمخارج الحروف وغيرها، فنقول لهم برامجنا لا تقدم علاج، وإنما إذا أردنا أن نصحح هذه الأخطاء فعلينا أن نستعين بالمختصين الأرطوفونيين، لأنهم يدركون المشاكل النطق بشكل أقوى. فهنا نعرف كيف تكون الأمور بشكل صحيح، لأن البعض لحد الآن ما زالت المخارج غير صحيحة. نطق مثلا نطق الميم، نطق خاصة الراء، نطق السين، الجيم، كان بعض الأحرف لا تنطق بشكل جيد. هو ربما يتراءى للطفل أنه يرى الحرف بشكل معين، ولكن يعود هذا السبب أستاذ؟ هو يعود في البداية ربما يكون فيه بعض الأخطاء أصلا في النطق في حد ذاتها، فتحتاج إلى علاج. وهنا ربما الكثير من الأولياء الأمور بين قوسين ربما لا يلجؤون، ربما لا يعترفون بأن أبناء عندهم أخطاء وعندهم مشكلات، فنستحي من الذهاب إلى المختص. نقول نذهب إلى المختص نفساني، مختص أرطوفوني، يعني هناك مشكلة وعيب وعار وابني كيفاش نديه ولكن الآن أننا نستدرك الأمر أفضل من أن يكون مشكل هناك. هذه من الجانب الثاني ربما أصلا عدم الاهتمام بهذا الأمر، غلبة الماديات في اهتماماتنا بشكل كثير. ربما من جانب آخر التركيز على النقطة، هذه لاحظناها يعني في مؤخر، تركيز على النقطة، وتركيز أكثر من التركيز على اللغة، أكثر من التركيز على المطالعة. وبالتالي إن لم يكن هناك فعل قرائي، وإن لم تكن هناك مطالعة داخل البيت وفي فضاءاتنا، بطبيعة الحال لا نركز على هاتين. هنا تكمن أهمية ممارسة فعل القراءة. نعم، حتى أنها الأسرة، يعني الطفل عندما لا يجد الأب ولا يجد الأم في البيت يقرؤون، يأخذون الكتاب، يقرؤون النصوص، حتى أنه يأخذ الجهات الإلكترونية، عادي أن يأخذ الجهاز الإلكتروني، ولكن أن يطالع ويقرأ، هذا ماذا يؤدي مثلا بالنسبة للفتيان؟ هما يقلدون الكبار، فإن لم يكن لدى الكبار سلوكيات داعمة فالأطفال سينفرون من مثل هذه الأشياء. أستاذ، يعني بحكم تجربتك كيف تجد العلاقة بين فعل القراءة والاندماج في الكتب الخاصة باللغة العربية، يعني في كافة الأنواع من قصص، من روايات، من كتب تاريخ؟ حقيقة هي القراءة، نحن ماذا نقرأ؟ نقرأ مواد. هذه المواد إما تكون مرئية أمامنا في الكتاب، وإما أن تكون هذه المواد مصورة من خلال الألواح الإلكترونية، من خلال شاشة الحاسوب، من خلال شاشة الهاتف. فالقراءة ماذا نقرأ؟ نقرأ عدة مجالات، نقرأ الروايات، نقرأ العلوم، نقرأ الاكتشافات، نقرأ الفلك، التاريخ، الجغرافيا، نقرأ في السير، نقرأ في الدين، نقرأ في الثقافة العامة، نقرأ في كل ما ينمي مهاراتنا. وبالتالي نحن مطالبين أن أبنائنا ننوع لهم في هذه القراءة، يعني نعطيهم من كل بستان زهرة، وبعدين هما يعني يبدأون في قراءة المجالات التي تتناسب مع رغباتهم وتتناسب مع أولوياتهم. ربما من بعض الأخطاء أن نريد أن نوجه أبنائنا أن يقرؤون لونا معينا، فهذا اللون المعين أكيد سيشكل جزء من ثقافة هذا الفتى مستقبل، وبالتالي يجب ألا نركز على لون واحد قرائي، ننوع بين كل هذه الأنواع حتى تصبح شخصية هذا الفتى وشخصية الطفل قوية، تستطيع أن تصد أي شيء لا يدعم ثقافة وخلفية هذا
الفتاة، خاصة الآن مع انفتاح الإنترنت ومتاحة للجميع. يصل إلى أولادنا الكثير من الأشياء التي لا يمكن أن نراها، فنحمي أبناءنا ويكونون يعني محميين، وفي الأخير هم يخدمون مجتمعهم بشكل جيد ويخدمون وطنهم وأمتهم. أستاذ، في أي سن يعني يمكن للأولياء أو للآباء توجيه أبنائهم لممارسة فعل القراءة، يعني خاصة أتحدث عن الناشئة أنا؟ أوكي، أنا أعطيك قصة، ولكن هي قصة قريبة شوية، هي موجودة في القرآن الكريم، ولكن يمكن أن نسقطها القراءة. يذكر أن أحد الأمهات أنجبت طفلا، وبعد 3 أشهر أخذت هذا الطفل إلى إمام المسجد، وهذه الحادثة حقيقية وهي وقعت خارج الجزائر. عمره 3 أشهر، وذهبت به إلى إمام المسجد أو معلم القرآن، فقالت له: أريد أن أعلم ابني القرآن الكريم. قال لها: يا سيدتي الفاضلة، لقد فات الأوان. كيف فات الأوان؟ قال: المفروض أن نعلم أبناءنا ما زال هو جنين في بطن أمه. كيف؟ عندما تبدأ الأم تأخذ القصة وتبدأ تقرأها وهي تطبطب في بطنها على الابن. الطفل نبدأ نقرأ له من أيامه الأولى. ماذا نقرأ له؟ نقرأ له القصص. الطفل في عامه الأول يوميا نقرأ له. في السنة الثانية والسنة الثالثة أهم شيء يكون ثقافة وشخصية الطفل القراءة، ومنذ سنواته الأولى، وأنا أتكلم منذ أيامه الأولى. معليش ما أقولش أنا مثل ما نقول بالعامية يعني خلاص فاتنا القطار. لا، ما فاتش القطار، في أي وقت يمكن أن نستدرك. باب العلم مفتوح دائما. أنا أتذكر عام 2008 و2009 زارني شخص في الستينيات من عمري، قال لي: يا أستاذ، أنا كنت قارئ نهم، ولكن توفى الوالد، وأنا كنت في ولاية جنوبية، توفى الوالد، فأنا كنت الكبير، فطلعت العاصمة، كان علي أن أعيل الأسرة. الحمد لله أنا أصبحت الآن في الستينيات من العمر، عندي بيت و2، زوجت كل الأولاد، راني جيت باش نبدأ نقرأ من جديد. عمره أكثر من 60 سنة. وبالتالي تعلم القراءة وممارسة المطالعة ما عندوش سن، ولكن أنا أقول الوقت دائما ما فاتش. دائما نحاول قدر الإمكان يوميا، ولو دقيقة واحدة ولو دقيقتين. مثلا أنا من ضمن الممارسات التي نقوم بها بشكل دائم، عندما أذهب إلى أي مكان نأخذ معي الكتاب، لأن مرات يكون عندك طابور، تذهب إلى الطبيب تنتظر 3 أو 4 مرات. مرات أنت في المترو، في الترامواي، في الحافلة، في الطائرة، في أي مكان تحتاج إلى كتاب. مجرد أن تأخذ الكتاب هذا يعطيك دافع. مجرد أن تأخذ الكتاب هذا يؤسس لدى أبنائنا شيء لثقافة جديدة. ليس دائما أن نأخذ الهاتف، حتى لو نأخذ الهاتف مباشرة يكون عندي هواتف إلكترونية كثيرة، نفتح الكتاب ونقرأ. وبالتالي زرع القراءة لدى أطفالنا تكون من الأيام الأولى وتستمر بشكل دائم. نتذكر نحن في فصل الصيف عملنا مخيمان، عملنا مخيمين. مخيم الأول سميناه مخيم فتيان القراءة، والثاني مدة شهر. يعني الأبناء كانوا يقرؤون وجو رائع، كان مخيم افتراضي ومعه أولياء الأمور يعني بشكل رائع جدا. الآن جونا في أولمبياد فتيان القراءة الأيام الماضية، جونا من أدرار. يعني تفاجأنا كيفاش أشخاص حاضرين المنافسات من أدرار، من واتسوف، من ورقلة، جونا من مستغانم، من تلمسان، من سعيدة. اهتمام كبير. من تبسة، من بير العاتر، من قسنطينة. يعني سبحان الناس مهتمين يعني بشكل كبير. ولكن المهم جدا أن كيف نوصل لهم فعل القراءة حتى أنه يكون عبارة عن منتجات قوية جدا، يعني تنافس الجانب الإلكتروني. وفيها البعض ربما يقولون أن الهاتف النقال موجود بين أيدينا هو يهدم القراءة. لا، نقول لا، بالعكس، نوظف هذا ما هو إلا أداة. وإلا إذا صح أنا عندي 3 ساعات أو ساعتين أو نصف ساعة أستخدمها يوميا للهاتف يعني التكنولوجيا لا تؤثر. هو عبارة عن أداة وسيلة نستثمرها في اليد. قال أنا نحيل الهاتف النقال ونعطيه كتاب. معليش في البداية نخلي له الهاتف النقال ونقترح عليه بعض الكتب ونمزج ما بيناتهم. يعني الهاتف النقال هو أداة، يعني نقول الإنسان هو من يتحكم فيها. أستاذ، هناك اليوم من يعني يستعمل مثل هكذا تقنيات إلكترونية جديدة في فعل القراءة أيضا. نعم،
حقيقة الآن أصبحت تطبيقات كثيرة نعم، تشجع على التكنولوجيا فعل اليوم القراءة. طغت على كل المجالات. أعتقدت على كثير من المجال، بل بالعكس الآن أصبحت التطبيقات والبرامج تسهل العملية، تسهل عملية الوصول إلى الكتاب، تسهل عملية الولوج إلى الكثير من المكتبات الأساسية. أنا أتذكر واحدة المرة كنت أقدم في برنامج جد تخصصي لشخص أو عدة أشخاص يحضرون الدكتوراه، قال لي يا أستاذ ما تراه الآن من كتب ومراجع في الإنترنت المفتوح لا يسوي أي شيء. قال لي يا أستاذ هناك المكتبات العالمية بالدفع، كتب الحديثة جدا تجدها ولكن بالاشتراك. فموجود الزخم الكبير، نحتاج أن نفعل. فمن ضمن التفعيل هذا وين الفعل القرائي أنها التحفيز، والتحفيز مثلا من ضمن وسائله المنافسات والمرتبة الأولى والمرتبة الثانية إلى أي والجوائز. مدى هو مهم يعني إشراك أطفالنا وأبنائنا في مثل هكذا يعني مسابقات معرفية ولغوية أيضا للحفاظ على اللغة العربية؟ مهم جدا، هو من عدة اعتبارات. أهم اعتبار أنا أراه أن الولي الأمر الآن سواء كان أب أو أم لا يستطيع أن يسير كل شيء، خاصة الآن مع الأمور الحياتية اللي أصبحت صعبة، صعب أن تسير كل شيء. لذلك يجب أن لا تكون عملية التربية والتعليم أن تقتصر فقط على الأسرة والمدرسة. أصبح غير كافي. أصبحت الآن عملية التعلم الذاتي يجب أن تكون، ويجب أن تساهم عدة مؤسسات في عملية التعلم، سواء هذه المؤسسة كانت المدرسة، سواء المؤسسة كان المسجد، سواء كانت المبادرة والجمعية، الجمعية الثقافية، يمكن أن تكون مكتبة المطالعة، مكتبة المطالعة الرسمية، يمكن أن تكون جامعة. يجب أن تساهم كلها في هذا الفعل القرائي. وبالتالي هنا على الأولياء أن يختارون لأبنائهم أفضل هذه الجهات الموثوقة والتي تحقق أهدافهم وما يريدون الوصول إليه. فهنا نقطة مهمة، نحن دورنا في مكين أن نقدم خدمة مجتمعية لمن؟ للفئة المستهلكة. من هي الفئة المستهلكة؟ هي الفتيان بالدرجة الأولى والكبار، ولكن عن طريق وسيط. من هو الوسيط؟ هو ولي الأمر. فنحن نقدم خدمة لولي الأمر. ندرك جيدا أن ليس كل أولياء الأمور لديهم هذه المهارة وهذه الثقافة وهذه القدرة، خاصة أنهم لا يستطيعون أن يغطوا كل شيء، فيحتاجون من يعلم الأبناء القرآن الكريم، من يعلم الأبناء القراءة، من يعلم الأبناء الحساب، من يعلمهم الذكاء، من يعلمهم مثلا المشاريع، من يعلمهم مثلا الأخلاق، من يعلمهم تعلم اللغات، من يعلمهم الذكاء الاصطناعي، من يعلمهم البرمجة، وكلها لازمها مرافقة ولازمها تكاتف الجهود في هذا الشأن. نعم أستاذ، وصلنا إلى ختام عمر البرنامج، ربما في كلمة ختامية باختصار. باختصار أقول بأن فعل القرائي ليس فعلا نشازا، وليس فعلا جانبيا، وليس فعلا يمكن أن يقتصر فقط على الأشخاص الموهوبين أو الأشخاص الأذكياء. القراءة تنشئ جيل، القراءة تؤسس لمجتمع رصين قوي محمي، القراءة تبني شخصية قوية، القراءة تبني حضارة. ولا أدل على ذلك أن أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. طالما كانت الأمر الإلهي الأول، علينا أن ندعم هذا الفعل وهذا التوجيه بكل ما أوتينا من قوة. لماذا؟ لأننا نحن نزرع اليوم من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا. وشعارنا في فتيان القراءة مستقبل قائد لفتى قارئ. نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في مشروعكم. شكرا لك على حضورك، شكرا على إثرائك للنقاش. إذا تبقى القراءة فن لغوي ينهل من الإنسان ثروته اللغوية. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام عمر البرنامج، موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم العامل معنا بقيادة المخرج كريم عزوز.